بعد ما شفتهم يتباعوا بزاف برا ودايرين حاله، قلت لازم نبارطاجي معكم لا غوسيت تاع المحاجب المثلث. السلام عليكم، جيتكم اليوم محاجب المثلثات اللي دايرين حاله بطريقه جديده، شكل جديد، وزيد الحشو تاعهم معمر بنا، ومع كاس كازوز محاجب سخونين حارين الهبال تاع الدنيا، ساهلين مهلين وبنتهم الهبال تاع الدنيا. الحاجه الاولى اللي نديروها نحكموا هذا المنتوج الجديد من عند عمور اللي راح يهنيكم. شوفوا تقدروا تخدموا به الخبز، المحاجب المسمن، هذا ميكس بين الفرينه معناتها خليط بين الفرينه والسميد يكون رطب ذو الجوده العاليه. درت منه 4 كيلات، بنفس الكيله ندير كاس تاع الماء اللي كنت درت فيه ملعقه صغيره معمره تاع الملح وملعقه صغيره معمره تاع السكر. هذيك الكيله تاع الماء درتها كامل وزدت عليها نص كاس واحد اخر، معناتها درت كيله ونص تاع الماء حتى تحصل هذه العجينه. ندلكها شويه ونحطها في ساشي ونغطيها بهذه الطريقه ونخليها تريح حتى ل2 سوايع. هنايا خدمت لافاس تاعي، راح نخلي لكم وصفه مكتوبه تحت الفيديو. حنا نخدموها غير بالبصل. لاباط تاعي بعد ما ريحت نزيد ندلكها مليح حوالي 5 دقائق، نغطيها ونخليها تريح نص ساعه ونجي نقرصها بهذه الطريقه. لازم تقرصوهم يكونوا صغار بزاف، نغطيهم ونزيد نخليهم يريحوا. ابغي تفهموا علاش قلت لكم تقرصوهم صغار. انا نفتحهم دائما في هاد السنيوه، ندير فيها مورسو تاع بابي كويسون، نبدا نفتح نصف الكميه تاع الكريات بهذه الطريقه ونطيبهم. نطيبوهم كيما الورق تاع التشختوخه، برك كل وحده وحدها. بعد ما نكمل نصف الكميه اللي كنت طيبتها، نبدا نجيب الكميه الاخرى اللي قعدت لي تاع العجين، نفتحها بهذه الطريقه، نحط فيها حبه طايبه ونعمرها بلافاس. تقدروا ديروا واش تحبوا، ميم تقدروا تخلوهم سامبل. انا درت الفيونداشي الفورمات كيما حبيتوا، نغلقوهم بهذه الطريقه وشوفوا النتيجه اللي عطاها لنا ميكس فرينه دقيق تاع عمر. نتيجه رائعه. نطيبوهم في طاوه بشويه تاع الزيت وتقدموهم وبصحتكم. حاله بطريقه جديده، شكل جديد، وزيد الحشو تاعهم معمر.